خلاص خلاص خلاص، النادي الأهلي ينهيها رسميا بسداسية مع الرأفة بعد فوقان الشوط الثاني ونيمان او نوم الشوط الاول ونعسان الشوط الاول بشكل كبير جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم جميعا اخواتي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. واحب ابدا كلامي طبعا بصلاة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا ريت تصلي على النبي في الكومنتات قبل ما ابدا اي كلام. عندنا النهارده فرحة اهلاوية، صلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. زيد النبي صلاه. لسه ما صليتش على النبي؟ يا عم صلي على النبي كمان، مش هتخسر حاجة. ومش عايزين ننسى الدعاء لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويرفع راية الاسلام والمسلمين ورحمة امواتهم وامواتنا اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وفرحة اهلاوية عارمة، فرحة أهلاوية عارمة تلوح في الأفق بسداسية الأهلي، سداسية مع الرأفة في الشوط بعد فوقان الأهلي في الشوط الثاني. طبعا الشوط الأول سيء جدا 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 حتى نهاية الشوط، يعني حتى نهاية الشوط لحد ما أسامة أبو علي جاب الهدف اللي الكرة ما كانتش رايحة له ملعوبة له أصلا، كانت رايحة لبيرسي تاو، خبطت في رجل المدافع، جت قدامه ما سماش. تعالى يا حبيبي تعالى، تعالى يا حبيبي تعالى، تعالى يا بابا تعالى في الجون، حط الكرة في الجون ونام. ده هدف اول عالمي لوسام ابو علي. تعالى في الجون الثاني، ننزل الشوط الثاني تغييرة وشارع خالد عبد الفتاح، شارع الباك اليمين بتاع خالد عبد الفتاح اللي مكتوب باسمه شارع خالد عبد الفتاح، وغلطة الشناوي طبعا في تصدي للهدف الاول لشباب بولوزداد. وكارثة كارثة بكل المقاييس في الشوط الاول. غريب غريب. جيت انا ببص كده لا قلت خالد عبد الفتاح يطلع، ده وجهة نظري، وجهة نظري ان خالد عبد الفتاح كان يطلع واكرم ينزل. ده كان اصلا نفس البدايه تبدا كده، كان نفس البدايه تبدا كده. اكرم في اليمين، السوليه او كوكا في وسط الملعب جنب مروان عطيه، قدامهم امام عاشور اللي هيحرك الملعب والهجوم زي ما هو. ده غير تغيير رضا سليم. كان نفسي المباراة تبدأ كده، لكن قدر الله ما شاء فعل ونزلت المباراة كما توقع. الشوط الثاني بتنزل المباراة بتغييرة تانية تماما، بتنزل الشوط الثاني بتغييرة تانية تماما. اللي انا كنت متوقعه واللي انا كنت بتمنى انه هيحصل وحصل. ونزل الشوط الاول النادي الاهلي يصول ويجول في ارجاء الملعب. يعني يا مارسيل كولر، ما انت عندك اهو اللعيبه، عندك الاداء، بنتفرج على كوره، عندك متعه واستمتاع، بتروح على الجون بتهاجم بتسجل، لان عندك مهاجم اسمه وسام ابو علي. يسلم العين اللي جابته، يسلم عين اللي جابته. يقول الناس بتقول لك اداره السكاوتنج مش عارفه مين ومين ومين، وهو اصلا واحد خارج النادي تماما هو اللي جاب، هو اللي كان عينه على وسام، وهو اللي رشح وسام لاداره السكاوتنج. لكن كله عمال يبص على الحته دي. يسلم عين اللي جابت الراجل ده. الراجل ما بيسميش على كوره. كوره يا باشا مالك؟ تعالى الكوره جايه معاك بايه؟ خد الكوره يا عم وسام. طب هات يابا، خد جون الاول في الثاني في الثالث، ولا الكوره الثابته. هدف عالمي، هدف عالمي من الوسام، اللي وسام على صدور كل اهلاوي. وسام راجع من جديد بهاتريك، راجع بهاتريك. كنت اتمنى لك انك تسجل هاتريك النهارده وسجلت الحمد لله. هاتريك عالمي النهارده من وسام ابو علي، اللي هو ده مهاجم النادي الاهلي كما يجب ان يكون. محتاجين واحد معاه تاني يكون فت زيه او بجوده وسام ابو علي دي. خلاص مش هتحتاج حاجه تاني. عندك 2 هجوم على نفس مستوى وسام ابو علي، مش هتحتاج حاجه تاني. تلعب اي بطوله وانت مستريح. دفاع النادي الاهلي النهارده باستثناء خالد عبد الفتاح، شابوه اشرف داري النهارده في اول ظهور ليه في مباراه رسميه مع النادي الاهلي او مباراه اساسي مع النادي الاهلي. شابوه خالد اشرف داري جاي في السكه، لكن ده راجل بعيد عن المشاركه، راجل ما بيشاركش من ساعه ما جه النادي الاهلي، بقاله 6 شهور في النادي ما بيلعبش. فعوده، وان شاء الله تكون عوده واضافه قويه للنادي الاهلي. الشوط الثاني بتشوف 3 اهداف لوسام ابو علي، ولا اروع من كده. الراجل بتجيله الكوره عايزها فين في الشبكه، خد. هدف لحسين الشحات، هدف لبيرسي تاو، هدف لامام عاشور. الاهلي بيصول ويجول في ارجاء الملعب بالكامل. وده اللي احنا عايزينه، ده اللي احنا منتظرينه، ده اللي احنا محتاجينه. فنتمنى نشوف النادي الاهلي على المستوى والاداء ده دايما دايما، مش على فترات. ما لعبش المباريات كلها زي الشوط الاول، ولعبها زي الشوط الثاني. ما بتتلعب اهي، ما هي بتتلعب والموضوع سهل اهو امام فريق فاضي. الشوط الاول مسكك
الاقلام وشلاليط وجفيان. ليه يا عم؟ ليه يا عم؟ ما انت الموضوع سهل، والموضوع سلس اهو. الدنيا حلوه وبتقدر، بتعرف تعمل وبتعرف تهاجم وبتعرف، وعندك اللعيبه وعندك الامكانيات وعندك الكواليتي اللي يخليك تقدر تروح. ليه متاخرين؟ وفي الاخر الحمد لله ربنا بينصفنا عشان لعبت كوره، عشان عايز تلعب، عشان عايز تكسب. فبالتالي ربنا كافئك. وعندك ومهاجم لازم كان يتترجم في الاخر وتتبروز في الاخر تعبه وجريه وشقاه في الملعب، لازم يترجم لاهداف ولازم يترجم لفوز. مبروك مبروك لجماهير النادي الاهلي العظيمه اللي كانت موجوده في المدرجات، اللي هي الداعم وهي رقم واحد دايما. مبروك مبروك لجمهور النادي الاهلي على الفوز التاريخي. وباذن الله باذن الله نحتفل من هنا بالصعود الدوري ابطال اللي طبعا بعد مجموعات دور الثمانيه. ان شاء الله نحتفل بالصعود دور الثمانيه، ويكون النادي الاهلي محقق على الاقل اول المجموعه كما تعودنا على النادي الاهلي. سلام.